احمد سويلم. صباح الخير استاذ احمد. صباح الخير، اهلا وسهلا بيك. منورنا في يوم جديد. الله يخليك. ميرسي. هنتكلم وان كان الحديث عن اصدارات حضرتك واعمالك ومسيرتك هيحتاج اكتر من حلقه الحقيقه، لكن خلينا نبدا بنظره على المشهد الثقافي بشكل عام والحاله الثقافيه في مصر بشكل عام. الحاله الثقافيه في مصر طبعا يعني في كثير من جوانبها مضيء جدا وقليل منها غير مضيء، بمعنى ان هناك ده في تفاؤل شويه. طبعا البعض يرى الكثير غير مضيء. معلش، خلينا متفائلين لسبب، لان الثقافه في جوهر الانسان مهما قلنا ان هي بعيده عنه وانها يعني قد لا تكون في برامج كتير من الناس، يعني حتى السياسيين، لكن ما نقدرش نغفل فكر الإنسان وشعوره ووجدانه وتلقيه لأي عمل ثقافي جيد. فده موجود، لكن لكن في اتهامات بعيدا عن المؤسسات الثقافية. ما أنا عايزة تتكلم عن المؤسسات الثقافية. بالفعل المؤسسات الثقافية مهملة جدا في تأكيد دور الثقافة. صحيح. المفروض ان هذه المؤسسات تكون على مستوى من الفهم الثقافي، وعلى مستوى من الفهم الذي يقول ان القرار السياسي يحتاج دائما الى رؤية ثقافية وليس بعيدا عن الثقافة. طب طيلة السنوات اللي فاتت الرؤية الثقافية غائبة وبالتالي القرار السياسي غير فاعل؟ بالتأكيد. بالتأكيد ده مهم جدا انت قلتيه، لكن انا عايز اقول شيء مختلف اخر برضو، ان المثقف يمكن او الثقافة مرت بمراحل كثيرة جدا، تحولات يمكن من ايام النكسة لغاية دلوقتي. قبل النكسة كان في ثقافة جيدة جدا، وبعد النكسة انكسر الحلم الثقافي في وجدان المثقفين، طبعا عشان النكسة وغير ذلك. لكن بعد كده بدأنا نستعيد نفسنا بشكل أو بآخر، حتى جاءت حرب أكتوبر والانتصار العظيم، وبدأت الرؤية الثقافية يعني تنتعش إلى حد ما. التحولات الثقافية اللي بعد كده مرتبطة دائما بالتحول السياسي، مفيش شك يعني. وبالتحولات الاجتماعية وغير ذلك. الثقافة ليست تعيش في معزل عن التحول السياسي. هي تؤثر وتتأثر. تمام. تتفاعل مع كل ده. فبقى في انحدار طبعا في الرؤية الثقافية وفي القرار السياسي والاجتماعي، أثر كثيرا على الحالة الثقافية بشكل عام. أتمنى أن احنا نستعيد بعد ثورتين حدثتا لنا أخيرا، أن احنا نستعيد هذه الرؤية بشكل جيد وبشكل جديد، وبشكل أيضا ينظر إلى العالم وليس منفصلا عنه أيضا، لأن مهم جدا أن احنا يبقى فيه تفاعل بيننا وبين ثقافات العالم كله. وإلا إن عزلنا ووضعنا أنفسنا في إطار ضيق لا يمكن أن نتفاعل مع غيرنا. ولذلك أنا أدعو طبعا أن يبقى في ترجمة عن الأعمال العالمية بشكل أكبر، يكون في الإصدارات الكتب والموضوعات الجديدة الحيوية التي تلمس واقعنا الاجتماعي والثقافي، والتي أيضا تعرفنا على العالم بشكل جيد. المسرح على سبيل المثال، أين المسرح؟ هنروح للمسرح والحديث عن المسرح، بس نقدر نعتبر النقاط اللي حضرتك وقفت عندها نقدر نقول ان هي روشتة سريعة لعودة مصر للريادة الثقافية. أيوة كما كانت. تمام. طيب بما ان حضرتك اتكلمت عن التحولات السياسية واشرت للثورتين، خلينا نشوف مشوارك الشعري من اول اصدار في عام 67 واخر اصدار من شهور قليله، وعاصرت اكتر من رئيس واكتر من تحول سياسي. تمام. احمد سويلم من الاصدار الاول للاصدار الاخير، ومصر ايضا من اصدارك الاول لاصدارك الاخير. انا انتمي لجيل بيسموه جيل الستينيات. الجيل اللي فعلا عاصر كل التحولات اللي حضرتك قلتيها دي، ولذلك كان الديوان الأول سنة 67. طبعا أنا كاتب قصايده فيما قبل ذلك من 4-5 سنوات يعني. ونشرتها وكده، وكنت متفاعل طبعا زي جيلي بكل التحولات السياسية التي حدثت آنذاك. ثم جاءت النكسة بعد ذلك، يعني يمكن أنا ديواني صدر قبل النكسة على طول
فطبعا كان يعني بيرصد طبعا كل الذي يحدث في المجتمع ايامها. بعد كده حصل ان بين 67 و 73 طبعا تحولات كثيره من حرب الاستنزاف، وانا حضرت اكتوبر من 68 ل 74، فاثرت طبعا بيا فيا جدا، وكانت تجربه وانعكس ده على كتابك. كانت تجربه اضافيه الى كثير من انت عارف الشاعر طبعا هو بيتاثر بكل شيء يحصل في الواقع، ولا بد ان يكون مرتبط بهذا الواقع بشكل او باخر، سلبي او ايجابي، ويعبر عنه برضه بشكل صادق يعني جدا. هو الأقدر على التعبير من المواطن العادي بالتأكيد، اللي ربما يجد نفسه في قصيدة والشعر من كتابات كمان أسبق إلى التعبير من أي فن آخر عن أي حدث بيحصل. صح، هو بيتكلمش عن الحدث، بيتكلم عن أثر هذا الحدث في الوجدان، لأن احنا لو اتكلمنا عن الحدث بس يبقى احنا بنتكلم عن منشط صحافة أو خبر صحفي. لا، الشعر مش كده خالص. الشعر بيتناول ما وراء الحدث، بيتناول تأثير هذا الحدث في الوجدان. ما اقدرش انا اقعد اشرح اللي بيحصل ده واوصفه واقول ان ده شعر، استحالة، لا يمكن يعني. ولهذا كانت تجربة اكتوبر بالنسبة لي كانت تجربة مهمة جدا، اضيفت ايضا الى تجاربي. بعد اكتوبر طبعا كان يمكن سنة 73 كان عندي حوالي 4 دواوين تقريبا. بعد كده حصل برضو في التحولات اللي بعد كده عملت اكثر من ديوان، عملت لغاية 20 ديوان تقريبا لغاية دلوقتي. اخر ديوان اصدرته كان اسمه ما لم يقله السندباد، وده برضو فيه كثير من الرؤية. اخر ديوان ده منذ شهور يعني، منذ شهور اكيد فرضت الحالة المصرية بالتحولات الحديثة نفسها داخل الديوان. تمام. طب ما تيجي نسمع حاجة من الديوان؟ قوي تحت امرك يعني. انا هقول قصيدة اسمها محاذير. لمن يعشقون هواها وسندسها ومياه جداولها سحنة واحدة، ولو هجروها وفضوا مجالسها واستراحوا لغربتها، فالحنين الحنين إلى جرعة من منابعها ماثل في العيون. لمن يعشقون هواها تراتيل غيطانها، زقزقات عصافيرها، نغمات مآذنها، دندنات كنائسها سحنة واحدة، ولو هجروها وسنوا سيوفهم وأهالوا عليها عواصفهم، فالحنين الحنين إلى دفء أحلامها راعش في القلوب. أيها العاشقون هواها أفيقوا وكفوا هتاف محبتكم، فالمحبة أن تتقطر في القلب حتى تصير به النبض، أن تتوهج جمراتها في دماء العروق. أيها العاشقون هواها أفيقوا وفضوا دفاتركم من رسائل زائفة وأباطيل قاصفة وتراتيل واجفة. أيها العاشقون هواها أفيقوا، فمعشوقة القلب والعين تعصب جبهتها وتعاني جحودكم، وأرى نهرها اليوم ضل مسيرته واستراح بظل عباءته، كان منتظرا أن تجودوا عليه كما جاد من قبل، لكنكم يا لحسرة أعمالكم تحملون قلوبا مزعزعة ورئات مشوهة وحناجر زاعقة. أيها العاشقون هوى أرضكم لا يدانيه أي هوى، إنه ساحة الشهداء ووحي قديم إلى الأنبياء، وألف نشيد وألف نداء. فيا أيها العاشقون حذاري
حذاري يضيع هواها وأنتم على حافة الليل تقتسمون غنائمكم، واللصوص على كل ضرب يعدون عدتهم لو غفلتم، وبينكم من يخون، وبينكم من يبيع هواه، وبينكم من يخاتلكم ويراوغكم ثم يلبس أقنعة الحب والحب لا يعرف الأقنعة. حذاري حذاري أفيقوا، فإن غدا ليس للخائنين وللمارقين وللشائهين. حذاري حذاري، فإن غدا سوف يهتك ستر المرابين بالعشق. يا أيها العاشقون حذاري حذاري حذاري. الله. استاذ احمد، قبل ما نقف الوقفه دي مع القصيده، حضرتك كنت بتقول ان الشعر هو الاسبق في التعبير عن الحدث من اي الوان ادبيه اخرى. البعض دلوقتي شايف اقبال الناس على الروايه وعلى القصه القصيره، يذهب البعض الى ان ده بيسحب البساط من الشعر، وربما تنصرف اذواق الناس بعض الشيء عن الشعر. حتى يمكن في حجم المبيعات بنجد دواوين الشعر ما بتحققش مبيعات زي الروايه والقصه القصيره. راي حضرتك؟ يعني مبالغ فيها شويه هذا الراي، يعني هو ده ميول قرائيه الحقيقه اكتر من هي حاجه تانية. تمام. لكن المشكله ان الشعر النهارده الحقيقه بدأ يدخل في أشكال أخرى لا يستوعبها المتلقي. زي ربما مثلا لو تيجي في أمسية شعرية على سبيل المثال، وهناك شعراء عموديين، هناك شعراء تفعيلة، هناك شعراء نثر على سبيل المثال، تمام. تجد بيستمعوا قوي، يعني الذوق العربي يستمع للشعر العامية، يستمع للشعر الفصحى اللي هو العمودي والتفعيلة، والشعر النثري بيبقى متحفظ قوي فيه. فربما كان ده نتيجة ده، يعني ان اصبح الناس تنصرف عن الندوات وعن قراءة الشعر ظنا منهم ان كل الشعر بقى اشكال جديدة غامضة. يعني مسؤولية على الشعراء، مسؤولية على الشعراء، المفروض ان هم يعرضوا المنتج اللي يتراءى مع اذواق الناس. طبعا. طيب خلينا نروح للمسرح الشعري. مصر من الرواد في مجال المسرح الشعري، وعرفت المسرح الشعري مبكرا يمكن في القرن العشرين. أيوة. وعلى ايد احمد شوقي وعزيز أباظة وغيرهم، ودلوقتي بيتراجع دور المسرح الشعري في مصر. المشكلة في ذوق الناس هو اللي بدأ ينصرف ويعزف عن الشعر، ولا في رداءة ما يقدم؟ لا، في اكثر من عامل الحقيقة. المسرح الشعري بدأ زي ما حضرتك قلت في القرن العشرين، يمكن بدأ مثلا على يد احمد شوقي، وقبل احمد شوقي كان في محاولات اخرى يعني. لكن شعر احمد شوقي طبعا لانه كان شعر عمودي، فكان بيكتب بالشعر العمودي المسرح الشعري. هنا الحقيقة بيكون في يعني المسرح الشعري الحقيقة في مشكلة التوازن بين الدراما والشعر. لان انا لو انحست للشعر يبقى الدراما خفتت صوتها، ولو انحست للدراما يبقى مفيش داعي نكتب شعر. فالشعر العمودي يمكن كان بيقلل من قيمة الدراما، لأن بحث الشاعر عن القافية والوزن وغير ذلك. حينما جاء عبد الرحمن الشرقاوي وصلاح عبد الصبور بدأوا يكتبوا الشعر أو المسرح بالشعر التفعيلة أو الشعر الحديث. ده الحقيقة يعني جعل الشاعر يستطيع أن يحكي ببساطة من غير ما ينتظر أن يأتي بقافية أو يأتي بعدد تفعيلات. فبقى هناك في حرية في الكتابة، بقى في توازن جيد بين الشعر أو بين لغة الشعر ولغة الدراما. تمام. وبالفعل بدأنا احنا كجيل الستينات يعني نكتب تجاربنا الشعرية بعد صلاح عبد الصبور وعبد الرحمن الشرقاوي. وبدأ مثلا محمد مهران السيد ووفاء وجدي وفتحي سعيد وعدد كبير من الشعراء المنتمين للستينيات.
يمكن بعض من مسرحياتنا اتمثلت بشكل او باخر، سواء عن طريق الدوله او عن طريق الثقافه الجماهيريه. يعني كان في حركه مسرحيه شامله من بينها المسرح الشعري. المسرح الشعري كويس. وانا عملت وضع المسرح الشعري الحالي بقى. الحالي بقى هنيجي دلوقتي نقول لان هذا الفن صعب كتابته جدا. يعني مش كل شاعر يقدر يكتب مسرحيه شعريه. انا ده اللي عايز اقوله. مش كل شاعر يستطيع ان يكتب الدراما الشعريه في المسرحيه. لانها بتحتاج الى اولا خبره فنيه جيده، توازن او معادله، حل معادله الصعبه بين لغه الدراما ولغه الشعر. الموضوع اللي بيتكتب حتى لو كان موضوع كتب من قبل، انت هتضيف له ايه الى اخر هذه الصعوبات. فالشعراء بينصرفوا عن هذا الفن الجميل لصعوبته الكبيرة يعني. طب حضرتك كواحد من كتاب المسرح الشعري بتشعر بخيبة أمل بعد ما تكتب عمل وتكون راضي عنه وشايف ان هو يستحق ان يقدم للجمهور بالشكل الجيد، وما تلاقيش العمل بيخرج بالصورة اللي حضرتك متصورها؟ انا اتكلم بقى على العامل الثاني عشان اجاوب على السؤال. العامل الثاني هو ايه بقى؟ اهتمام القائمين على المسرح بهذا اللون من الكتابة. هل هناك اهتمام ام لا؟ احنا عندنا مشكله في المسرح بشكل عام. فما بالك بالمسرح الشعري. فبالتالي كمسرح شعري لازم ينالوا من الحب جانبين. عايز اولا كوادر جيده جدا، عايز مخرج فاهم، عايز يعني عايز جو اخر خالص عن الجو المسرح التجاري وغير ذلك، لانه بيتكتب بلغه فصحى وبلغه جميله وبلغه وبشعر وفيها اغاني وفيها كل ده موجود فيه. طب احنا نخلص من العناصر دي، ان حضرتك مش ما بتلقيش باللوم على الذوق ولا على اقبال الجمهور، شايف ان كل هذه العناصر هي اللي ادت الى هذه الحاله. بالظبط، على المسؤولين الذين لا يرحبون بهذا اللون من الكتابه والابداع. اذا مشكلات المسرح بشكل عام لازم ينال المسرح الشعري منها نصيب. بالزبط. وبالتالي يعاني مما يعانيه المسرح في مصر بصفه عامه. قبل ما اروح لكتابات الاطفال، وحضرتك رائد من رواد الكتابه للطفل، خليني اسمع حاجه تانية من قصائدك وبعدين نتكلم عن ادب الطفل وشكله. طيب نقول قصيده اسمها الجنون والصمت. يساومني الليل ألا أبوح بسري، وألا أشق الضباب الكثيف بشعري، فتنصت في الملكوت الملائك توصي بعرش النبوة أو بكتاب يزلزل خطو الزمان العتي. وهو الليل يعرف أني عصي عليه، وأن مساومة الصمت حين تواجهني لن تنال سوى صرخة تعبر البحر والسهل والأفق لا تستقر. وهو الليل يعرف أني لست أزيف خطوي، ولست الذي يتزيى بأقنعة الخوف. وهو يعرف أني فتى قد تشهيت أحلامي المستحيلة، كنت أشكل بالطين هذا الجواد المشاكس، وأظل أثبت في جانبيه جناحين، ثم حين تجففه الشمس أطلقه فيطير يطير ويسبق كل الطيور، يحط على قصر معشوقتي برسائل قلب المعنى، وأظل مدى أترقب عودته برسائلها الدافئة. وهو الليل يعرف أن الجنون بقلبي جمر أضاء مدى العمر، أمطر شوقا وفاض ندى وفصولا، وأرخ للعشق ميلاد فجر يشق لخطوي دربا، ويمنح عيني رؤيا وقلبي نبضا جديدا. وهو الليل يعرف أني مزقت كل ستائر صمتي، أشعلت كل القناديل، فتحت كل النوافذ للريح وهي تشق المدى وترش على الشرفات
عبير الجنون. أيها الليل أعلن لغيري مساومة الصمت، وابحث عن الهائمين بسحرك. إن جنوني بوح وبوحي جنون، وشعري جمرة عشق طوت وجع القلب، وانصهرت في اكتمال الخطى والمدى المستحيل. جميل. استاذ احمد، حضرتك استاذ لادب الطفل بكليه التربيه جامعه حلوان سابقا. كتبت العديد من الكتابات للاطفال. راي حضرتك فيما يقدم للاطفال بشكل عام، وماذا تركت الكتابه للطفل في نفسك؟ يعني احب اقول لك ان كتابه الاطفال مزدهره عن اي كتابه اخرى. حضرتك راضي عما يقدم طبعا طبعا مزدهره جدا عن اي كتابه اخرى. وهناك الى جانب ايضا الرواد الكبار، يعني في اجيال كثيره تتكاثر بعد كده وبتكتب تجارب جيده جدا في هذا المجال، سواء على مستوى القصه، على مستوى المسرح، على مستوى العاميه والفصحى، على مستوى الشعر. يعني اعتقد في عدد كبير جدا من الكتاب الذين تخصصوا في مثل هذا اللون من الكتاب. هو الاصعب الكتاب على فكره. طبعا كتابه للطفل صعب جدا لاكثر من سبب. كاتب الطفل مختلف عن كاتب الكبار. كويس. وزي ما قلنا مش اي شاعر يكتب مسرح، فبرضه مش اي شاعر يكتب للاطفال. ايه يعني ما هي العوامل التي يتميز بها كاتب الطفل؟ في 3 عوامل. العامل الاول اعتبار ثقافي، اعتبار سيكولوجي، بمعنى انه لازم يفهم الكائن الصغير هذا الذي يكتب له في مرحلة العمرية التي يتوجه إليها. هل سن صغير، هل 8 سنين، هل 10 سنين، هل 18؟ حضرتك بدأت كتابة للطفل امتى يا استاذ احمد؟ من سنة 80. طب من سنة 80 وحضرتك بتتكلم عن سيكولوجية الطفل، والأطفال اختلفوا كتير عن زمان. طبعا. كتابتك للطفل في سنة 80 تختلف عن كتابتك الحالية. تختلف لأن الطفل المتلقي نفسه اختلف تماما. أنا لازم طبعا أكون يعني مواكب لكل اللي بيحصل ده، وإلا أبقى متخلف، يعني لا أنا أو غيري، يعني مش أنا بس. هذا الاعتبار الأول اعتبار سيكولوجي زي ما اتكلمت. الاعتبار الثاني اعتبار ثقافي، لازم يكون واسع الثقافة أو قاري كويس قوي علشان يقدر يختار ما يستطيع أن يقدمه للطفل. تمام. الاعتبار السياسي اعتبار فني، ماذا يكتب؟ إذا يكتب شعر يبقى ياخد باله قوي من الشعر. اعتبار مسرح القصة إلى آخره. لكن هذا المثلث فيه جواه أشياء كثيرة قوي، زي اللغة مثلا على سبيل المثال. لما نيجي نكتب بالفصحى، هل نستطيع أن نبسط اللغة لكي تكون قريبة من وجدان الطفل؟ هو على فكرة العيب مش في اللغة، العيب فينا احنا. طب هو احنا المفروض نرتقي بلغة الطفل ونعلمه ما يجب أن يكون، ولا كده ننزل عشان نديله ما هو كائن؟ لا مش ننزل. احنا هو في أشياء، في حاجتين الحقيقة. اللغة الفصحى متعددة المستويات زي ما احنا متفقين. في من البساطة إلى التعقيد. تمام. نستطيع القابض على لغتي قبضا جيدا يستطيع أن يطوع اللغة، ويستطيع أن يختار المستوى المناسب لأي مرحلة عقلية بلا صعوبة. بعكس ناس كتير تقول لك لا اللغة صعبة لا مش صعبة. هل كتبت للطفل بعد 20 سنة من بداية إصدارك ديوانك الأول، أو يمكن بعد مشوار طويل من بدايتك، قررت ليه الكتابة للطفل؟ اللي هو من 8 سنة يعني. لأن بنتي كانت لسه صغيرة قوي، وعايز أجيب لها كتب، فلقيت في معظم الكتب موجودة في السوق ترجمة وحاجات زي كده. قلت ليه ما نعملش من تراثنا ومن شغلنا احنا وبدأت في سنة 80 تكتب للطفل. أكتب 5 قصص عن ألف ليلة وليلة برسومات الفنان الكبير مصطفى حسين. جميل. وبعد كده اتجهت للشعر الحقيقة. انا حديثي مع حضرتك زي ما قلت في البدايه هيحتاج لساعات علشان اغطي كل المحاور واسال حضرتك في كل حاجه خاصه بمشوارك، بس مش عايزه ده يكون على حساب الشعر، فعايزه اختم معاك بقصيده اخرى، ويا ريت يكون حاجه لمصر بقى. حاضر، حاجه لمصر، حاضر. لو حضرتك محضر حاجه تانية مفيش مشكله. خلاص ماشي، مفيش مشكله. غزليه لها، انا بحب مصر اصل قوي يعني. بلغوها
بهواي بلغوها أنني كل نجم في سماها دلني كل شيء في هواها سرني كل هم كان فيها همني بلغوها أنني بحنيني لثراها أنحني وأغني ويغني أرغني وبشطيها استراحت أعيني بلغوها أنني كل ما أهوى عليها دلني وعناق القلب منها ضمني فتحديت بعمري زمني بلغوها بهواي بلغوها أنها سكرة بالحب تشعلني وإذا أنأى تقربني وإذا أشكو تهدهدني بلغوها أنني سر بلا علن عروة وثقى بلا وهن في الهوى أعطي بلا ثمن بلغوها أن بحري حاضن سفني وهي مرساتي مدى الزمن وهي مأواي من المحن بلغوها أنني طائر يجدو على فنني عشقه بالروح والبدن عطشي من نيلها سكني بلغوها أنها قدري يحنو فيؤثرني شغفي يروي ويشبعني بلغوها أنني غربتي عنها تمزقني وحنيني لا يفارقني باسمها أجدو بلا وهن بلغوها أنني كل لحن راق في أذني كل ضوء هل يشعلني يصطفيها فهي لي وطني بلغوها بهواي بلغوها بهواي. الحديث لمصر حابه يكون اخر كلامنا وخير الختام. بشكرك شكرا جزيلا الشاعر الكبير احمد سويلم، منورتنا. بشكركم مشاهدينا في ختام هذه الفقره. هنطلع لفاصل قصير ونستكمل فقراتنا. الفقره الجايه هي الفقره الاخيره، تياترو طنطا، فرقه مسرحيه جديده من الشباب، هتكون مع الزميله رنا. تابعونا.